طبقنا طبق مش عادي، يا سلام على الجمال. طعم حكاية بجد وخفيف ومعملش حمو خالص. يلا بينا نخش على طبقنا المقادير. طبق مصري أصيل كلنا بنحبه. أي نعم تقيل وكلنا بنعمله، بس زي ما اتفقنا تكة وفكرة ليها طعم تاني. الكشري. عندي مكرونة اللي هي دي أنا بستعملها بدل القلم، شكلها حلو أوي الولاد بيحبوها. مكرونة مقصوصة شعرية، مكرونة سباكيتي، عدس بقبة ولا بجبة منقوع في مية سخنة بقاله حوالي كده نص ساعة، حمص، رز، بصل. البصل انا هبدأ بيه. اول حاجة هعملها هبدره بشوية دقيق ونشا عشان يبقى مقرمش معايا وحلو جدا. هروح افضيه واعمله وارجع لكم تاني. بصوا البصل معايا اهو، حطيت عليه نشا وحطيت عليه دقيق وهعمله كده كويس قوي في بعضه اهو. واضح معاكم اهو اهو. هجيب مصفى واحطه في مصفى وانزل منه الدقيق الزياده او بايديا كويس قوي كده. تمام. وعندي هنا زيت غزير، زيت كتير جدا، هسيبه يسخن عقبال ما اصفي البصل ورجعت لكم تاني. الزيت اهو زي ما قلت لكم، على فكره زيت الكميه كبيره، بس اهم حاجه يكون زيت حلو علشان انا الزيت ده هستخدمه بقيه مكونات الكشري. هنزل بقى بالبصل كده اهو يا جماله. هكمل بقيه البصل وارجع لكم. بصوا البصل اهو معايا، طبعا هو هياخد شويه وقت، طبعا هنفضل واقفين جنبه مش هنسيبه. تمام. تابعوني بقى، هفضل اقلب فيه ولما يحمر خالص ويخش في اللون الذهبي الحلو هقول لكم نعمل ايه. بصوا البصل معايا هنا اهو، ولازم اقلب فيه كل شويه عشان ما يلزقش معايا من تحت. تمام. عندي الحمص اهو حطيته على النار، حط عليه ملح وكمون ومعلقه بابريكا، وادي الميه للمكرونه عليها ملح وزر ومعلقه صغيره زيت عشان بس المكرونه ما تلزقش ببعضها. تمام تمام قوي. الميه اما تغلي هسقط المكرونه، وبعدين مع البصل اهو زي ما بقول لكم لو سبتوه ما قلبتوهوش هيلزق من تحت. خليكم معايا عشان ما اطولش عليكم. اول ما الميه تغلي هنزل بالمكرونه والحمص على النار ونكمل مع بعض. ينفع نعمل صلصه طماطم من غير ما تبقى حاميه وخفيفه. هقول لكم دي حله عندي مش حاطه فيها اي حاجه. هنزل بالطماطم بتاعتي اهي. تمام. طبعا الطماطم الدقه بتاعت الصلصه بتاعت الكشري بيبقى فيها خل. هروح نازله شويه خل كده. تمام. الملح بتاعي، كمون، معلقه توم صغيره، ربع معلقه سكر، شويه بابريكا، رشه صغيره شطه. تمام. سيبها بقى تغلي مع بعضها وبوريها لكم في الاخر. ولع ولع ولع. هنعمل شطه الزيت. ده عندي زيت سخن جدا ماشي. هنزل عليه بشطه. يا خرابي اهو. دي اسمها شطه زيت بس كده، مش هحط عليها اي حاجه تانية. ممكن احط عليها كبشه طماطم صغنونه. بصوا جمال البصل، بصوا البصل عامل ازاي، اللون تحفه. عايزه اقول لكم بجد ان على الحقيقه احلى بكتير كمان من كده. بصوا بجد حلوه جدا. انا كده اللون بالنسبه لي تمام جدا. هروح اطلعه وارجع لكم تاني. بصوا البصل معايا هنا بعد ما خلص، بصوا بجد تحفه. بصوا عامل ازاي، بصوا الحلاوه يجنن.
بصوا بقى هنا ده الزيت انا هصفيه لان انا عايزاه، هروح اصفيه واقول لكم هنعمل بيه ايه. الزيت اهو بعد ما صفيته هروح نازله هنا بالشعريه احمرها. تمام اهي. اهي الشعريه معايا بتتحمر، وادي الحمص عندي على النار اهو. زودوا شويه ميه. تمام. وادي الشعريه. طبعا كلنا عارفين لون الشعريه بيوصل لدرجه ايه، انا عايزاه الذهبي ده الحلو. تمام تمام قوي كده يا حبايبي. الشعريه وصلت للون اللي انا عايزاه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بالعدس. واقلب كده. اهو اقلبه مع بعضه. اهم تكه هنا هنزل بمعلقه كمون كبيره تديني طعم تحفه. الريحه اهو شوح كله مع بعضه. يا سلام يا سلام على الريحه. ولا تقولوا ابو مازن ولا توم اند بصل ولا كشري التحرير، هو كشري نوري ليه طعم تاني. بجد جربوها هيعجبكم جدا، وفي نفس الوقت صدقوني خفيف لو مشيتوا على الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. اهو هفضل اشوح فيهم كده. يا سلام يا سلام على الحلاوه. هروح عامله الكاتل واولع عليه عشان هننزل بميه سخنه. ثانية ونرجع لكم. انا كده نزلت بكميه الرز عندي. طبعا الكميات دي بقى حسب ما انتوا عايزين، اللي عايز كوبايتين اللي عايز 3 زي ما انتوا حابين. اهو اقلبه كله مع بعضه كده. كده انا حمرت الشعريه ورحت نازله عليها بالعدس مشوحاهم مع بعض، وبعد ما تشوحوا رحت نازله بالرز. الدقه البيضه بتاعت الكشري ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه على البارد، والطريقه التانية ان احنا بنشوح التومه على النار. الكشري تقيل وحامي جدا، فاحنا عايزين نعمله خفيف شويه. انا عندي هنا معلقه توم كبيره، لان انا عندي بحب الدقه دي جدا. اهي هنزل عليها بميه سخنه بتغلي. تمام اهي اهو. هنزل برشه صغيره سكر عشان الحمو بس. هنزل يجي بنص فنجان خل. تمام اهي. هنزل بشويه كمون محترمين كده اهي.
ملح، رشة صغيرة جدا شطة، الشطة زي ما انتوا عايزين. تمام. نص ليمونة،